مرحبا سويتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا زينين. فيديو هذا اليوم راح اسوي لكم تحدي، وهذا التحدي صراحة ما اعرف شنو نتيجته، لان هذه اول مرة قلت خلي اشغل الكاميرا وحسويه قدام الكاميرا. اني ما استحملت انزل هذا الفيديو الاسبوع الجاي، قلت لازم اصوره هسه واسويه مونتاج على السريع وانزل لكم اياه على السريع، لان هذه الفكرة كلش حبيتها. وصراحة ما اعرف شنو نتيجة هذا التحدي، راح نشوف التحدي سويا ونشوف النتيجة باخر الفيديو. فالتحدي هو راح اخلي كل مكياج وجهي، يعني من البرايمر الى الحمرة، راح اخلي كليته بهذه اللعبة. طبعا هذه اللعبة هسه كلش مشهورة كل العالم، واللي هي لعبة فيجيت سبينر. هذه اللعبة يقولون بانه هي تخلي الطفل يركز اكثر، بس بعض الاطباء يقولون لا، بانه هذه اللعبة هي تشتت تركيز الطفل. حد يعرف شنو غاية هذه اللعبة؟ فاليوم كنت بالمول واشتريت هذول السبينرز، وقلت خلي اسوي مكياج بيهم واسوي هذا التحدي. فيلا خلونا نشوف شلون راح تكون النتيجة. فبالبداية راح استخدم برايمر الوجهي، وراح استخدم هذا البرايمر من ذا بنفيت كل الزين للبشرة المختلطة والدهنية. هخليه على سطح السبينر، طرف من الاطراف بهذا الشكل، وراح اخليه على وجهي. فاول خطوة اللي سويتها من خليت البرايمر زينة، يعني مو صعبة هواية. فالخطوة الثانية راح اخلي كريم الاساس، وراح استخدم من لوريال ومن ميبيلين، راح ادمجهم سوية وراح اخليه على وجهي. فايضا راح اخليه على سطح السبينر، وراح اخلي من اللون الثاني ايضا. هسه راح نجرب. بنات بالدمج راح يقعد الفاونديشن على البشرة. طريقة الطبطبة راح يندمج بالبشرة، بس مو بسهولة اكيد. خليني دمج. يلا دمج دمج دمج. بالنسبة للفاونديشن دا اخليه بطريقة الطبطبة وكلش ماشي امره، يعني يتجنن، يعني دا يندمج ويا البشرة. فهذه خطوة كل زينة. فهسه دا ادمجه بطريقة الطبطبة، ومن اخلص الدمج راح ننتقل للخطوة اللي بعدها. بس تعبت بنات، كل صعبة طريقة الطبطبة، بس شنو تاخذ وقت كلش طويل. وهسه راح انتقل للكونسيلر اي خاف العيوب. فراح استخدم هذا الكونسيلر من ميبيلين، كلش احبه وانصح بيه، تغطيته كلش عالية. الدرجة اللي دا استخدمها هي لايت. فراح اخليه على وجهي. طبعا ما راح اخليه بهذا الشكل على وجهي، لا، راح اخليه على السبينر وبعدها راح اخليه على وجهي. فصراحة ما اعرف شلون راح تكون النتيجة. اوكي، راح اخليه بهذا الشكل. طريقة الطبطبة ايضا ايدي اذتني بنات، يعني ياخذ وقت طويل، بس زين دا يندمج زين. وراح اوصل الكونسيلر الى انفي بهذا الشكل. هذه الطريقة تصغر الانف وترفعها يعني. فراح اخليه وادمج وادمج وادمج. تعبت تعبت. وعلى الأنف لحظة. ولهنا أنا أعتقد وصلت للنقطة اللي أريدها، فراح أتوقف بالدمج. أوكي، وهسه راح ننتقل للخطوة اللي بعدها. فالخطوة اللي بعدها راح أخلي لوس باودر. فراح استخدم من لورا مرسية، وهذا اللوس باودر كلش أحبه لأن بسهولة يندمج على البشرة. راح احاول اخليه تحت عيني بالبداية، ترى صعبة هذه الخطوة، كل صعبة. وراح احاول اخليه الجهة الثانية، او بالاحرى راح اخليه بهذا الشكل. شوف تنفع؟ ايه بتنفع.
وراح اخليه ايضا على باقي الوجه لان ما راح اقدر استخدم الباودر المضغوط لان صعب شلون راح اقدر، لازم اسويه ايضا لوس باودر واخليه، فراح استخدم نفس اللوس باودر اللي دا استخدمه. بعد ما خلصت من وضع اللوس باودر راح انتقل للكونتور الوجه، فراح استخدم هذا او بالاحرى مو كونتور، هذا البلاش من ماك، كلش احبه استخدمه ككونتور للوجه، لونه كلش حلو ويناسب الكونتور. فراح اخليه بطرف اللعبه هذا الشكل، وراح ابدي اخليه تحت عظمة الخد. زين، بس قولوا شلون راح ادمجه بعدين. اوكي، راح ابدي ادمج رأسا. راح احاول ادمجه ايضا بطريقة الطبطبة. راح اخليه بهذه الطريقة احسن واسهل. وراح استخدمه كأحمر خدود ايضا، هو اصلا احمر خدود بنات بس اني استخدمه ككونتور. راح اسوي كونتور الانفي، فراح استخدم طرف اللعبة بهذا الشكل، استخدم ايضا الطرف، راح اسوي رصع غمازات، هاي الطريقة سهلة، وادمج. وراح اخليه على الجبين، راح اخليه هايلايتر، واللي دا استخدمه هو من ذا بالم واللي اسمه ميري لومينايزر. هذا الهايلايتر كلش احبه ايضا وانصح بيه. راح اخذ بطرف اللعبة وراح اخليه على عظمة الخد. اوكي، عندنا هذه الخطوة سهلة، وراح افرها واخليه بهذا الشكل. شوفوا بنات صار. راح اخليه ايضا على بداية انفي وراح اخليه ايضا على الشفة. وبعد ما خلصت من الوجه راح انتقل الى العيون، فاشتريت هذه الفيجيتال سبينر، تكون اصغر، حجمها اصغر، وتكون اطراف هذه اللعبة على شكل طوبات، وفكرت بانه هذه الطوبات راح تساعدني على دمج الاي شادو من اخليه على عيوني. فخلينا نشوف سويا اذا كانت هذه الطوبات راح تفيدني او لا. الاي شادو اللي راح استخدمه اليوم هو مخملي، اعتقد هذه الباليت اسمها روز، اعتقد علبة مشتريتها من العراق، الوانها كلش حلوة ومو دائما استخدمها، فقلت بهذا اللوك لازم استخدمها، واستخدم هذا اللون البنفسجي، هذا اللون. اوكي، هذا اللون راح استخدمه اليوم بلعبة السبين. خليت الاي شادو بطرف السبينر وراح اخليه على عيوني. وهسه راح استخدم طرف اخر وراح اخذ لون ابيض واخليه على دمعة العين. وراح اخذ اللون البنفسجي وراح اخليه تحت عيني. راح اخذ الاي شادو لونه اسود وراح اخليه قريب من الرمش السفلي. احاول اقربه كلش من الرمش وادمجه ويا اللون البنفسجي اللي خليته. وهسه راح ازيل اللوس باودر اللي موجود تحت عيني بكل حذر. طبعا نظفتها هذه السبينر، نظفتها كل زين من الاي شادو. راح ارسم حواجبي، فراح استخدم هذا الجل الحواجب من انستازيا بيفرلي هيلز بدرجة شوكليت. طرف من اطراف السبينر راح اخذ كونسيلر وراح انظف حافات الحاجب. وهسه راح اخلي ايلاينر، فالايلاينر اللي دا استخدمه هو من حج محمد، اني نصحت بيه هذا الايلاينر لان كل زين وسواده كلش فاحم. فراح اخليه ايضا على طرف السبينر
وراح نشوف سويا النتيجة شنو راح تكون. اوكي مثل ما تشوفون صار ايلاينر مدموج. والخطوة الأخيرة بالنسبة للعيون راح استخدم مسكرة، وراح استخدم هذه المسكرة من لوريال، فراح اخليها على طرف من اطراف الفيجت سبينر ايضا، وراح اخليها على رموشي. اوكي فراح اخليها بهذا الشكل. بنات نفحت النتيجة. راح اخلي بعد مسكرة وراح انتقل للجهة الثانية. راح اخذ طرف كلش نظيف وراح اخليه بكحلة لونها بيجي وراح اخليها داخل عيني. بنات لا تجربون هذه الخطوة لان اكيد بها بكتيريا، فاذا سويتوا هذا التحدي ما اريدكم تسوون هذه الخطوة، بس اني راح اسويها لخاطركم. الكحل البيجي وراح اخليه على طرف السبينر بهذا الشكل وراح اخليه داخل عيني. حبيت اهم شي اخلي اللون بيجي داخل عيني حتى يكبر لي عيوني، ومثل ما شفتوا ما خليته بالسبينر كلش اللون كان واضح وكبر عيون. خلصنا من العيون وهسه راح ننتقل للشفايف، وهي هاي الخطوة الأخيرة. راح أخلي حمرة جلوس، راح استخدم من انوي اكس بالرقم 12 حتى بسهولة أخليها على لعبة فيجت سبينر. وراح اخذ السبينر وراح اخذ طرف من الاطراف اللعبة يكون نظيف وراح اخلي جلوس عليه بهذا الشكل. راح امليه طبعا. اوكي وهسه راح اخلي الجلوس على شفايفي. هسه راح احكي لكم شوي عن التحدي وشنو رأيي بيه. كان التحدي مو هواي صعب وانما متعب، يعني مو خليت الفاونديشن والكونسيلر كلش تعبت، يعني مو خليت الفاونديشن اي كريم الاساس والكونسيلر هواية تعبت، خليته بطريقة الطبطبة وطول عندي هواية، بس بالاخير وصلت النتيجة حلوة. وهذا اللوك النهائي مثل ما شفتوه. فاذا حبيتوا هذا اللوك كتبوا لي تحت بخانة التعليقات، خلينا نشوف رايكم، واي تحدي ببالكم تحبون اني اسويه كتبوا لي ايضا تحت بخانة التعليقات حتى اسوي لكم تحديات جديدة بالايام الجاية. فاذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتنشرون هذا الفيديو حتى الكل يشوف هذا التحدي الجديد من نوعه، وايضا لا تنسون تشتركون بقناتي اذا بعدكم ما مشتركين، وتضغطون على زر الجرس اللي موجود بجانب زر الاشتراك حتى يصلكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد على القناة. شكرا لكم واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. احبكم هواي. باي 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 باي.